الزمالك يا جماعه يقال بصيره وتم تعيين كابتن ايمن الرمادي كمدير فني مؤقت للفريق. الله اعلم بقى هيبقى مؤقت ولا هيبقى مكمل، محدش عارف حاجه، بس بسم الله ما شاء الله يعني ده المدير الفني تقريبا الثالث او الرابع للزمالك في نفس الموسم. فده بيقول لك مدى الاستقرار الفني الفشيخ اللي النادي فيه. يعني بصراحه الناس كتر الف الف خيرهم. هم يعني لو قاصدين يفشخوا اللعيبه والنادي مش هيعملوا كده كمجلس اداره بصراحه يعني. ابوس ايديكم هاتوا مدرب، اي مدرب، اي حد، اي حد، بس يبقى مشروع يا جماعه الله يستركم. يعني حد يجي يقعد سنتين. يعني جوميز كان قاعد، جوميز الراجل مشي عشان هو جاله عرض في السعوديه احسن، ماشي خلاص تمام زي الفل، ما عنديش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، مش بتاعتكم بصراحه يعني. بس هاتوا مدرب يقعد، انا عايز مدرب يعني يقعد شويه. يعني بسيرو اداره الزمالك في كام ماتش، 15 ماتش تقريبا او 16 ماتش حاجه كده، يعني حاجه لا تذكر يعني. انا ما عنديش مشكله ان هو وحش ونتائجه سيئه والفريق خرج من الكونفدراليه والفريق تعادل الماتش اللي فات مع البنك الاهلي، ما عنديش مشكله في الكلام ده كله. وحش يا عم، بس هات مدرب يقعد الله يسترك، هات مدرب يعمل بس يعني بيعمل بس كده خطه شويه، يقعد موسم، موسم بس واحد. مش هقول لك يقعد بقى موسمين وثلاثه يقعد موسم بس واحد، يعمل حاجه بس يلحق يشتغل. ايمن الرمادي جه طبعا بعد ما كان في مفاوضات مع اكتر من حد، زي ما شفنا كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن طارق مصطفى كان برضه بيحاولوا يفاوضوا معاه ولكن البنك الاهلي تمسك بيه. كان في مفاوضات مع اكتر من حد لحد ما كابتن ايمن الرمادي هو اللي مسك او تولى اداره الفريق الفتره اللي جايه بدايه من المباراه اللي جايه.